سعداويكا سعداويكا جاي لك يا ويكا. ولد خش جوه. انا مش عارف اعمل ايه في الواد الشقي ده. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي 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 شقي. احنا مش هنعمل حاجة النهاردة يا عم مخلوف. انا هأجل العملية لحد ما نتفاهم مع البنات دي. طيب ربنا معاكم. اخش انا بقى اريح جنبي شويه. بني ايه دول يا جوز انجليز. طب وموديهم فين؟ فين ازاي؟ ما انتش عارف؟ عند عم مخلوف. يا واد ما هو توفيق افندي لغى العمليه بتاع النهارده. يا نهار اسود لغاها. طب وهوديهم فين دول بقى؟ اسمع مشيهم. امشيهم ازاي؟ ايه يعني؟ الله، انت كتبت معاهم كونترات وانك تموتهم النهارده؟ بقى انا صيدهم ومنقيهم جوز ملظلظين زي ما انت شايف كده عشان يبقوا سهل في الذبيح. تقول لي امشيهم؟ اما ده فصل بايخ صحيح. طب اسمع اقول لك، ايه؟ تيجي نموتهم احنا لحسابنا. معاك سلاح؟ ولازم سلاح يعني. امال هنذبحهم ازاي يا حادق؟ بصوابعنا؟ طب واحنا لازم نذبحهم يعني ولا انت لازم تبقى شرعي؟ ما نخنقهم ولا نفتح نفخهم بطوبه. شوف يا اخويا الواد مجنون. دول لو حطوا صوابعهم في زمارة رقبتنا هيموتونا واحنا قد دول يعني. والله طب والعمل؟ تسالني انا؟ اسال روح. طب ما تديهم ميعاد يجوا بكره. بقى هم لو فلتوا من ايدينا هيجوا تاني يا سعداوي. اسمع ما اقول لك، ايه؟ خليك واقف معاهم هنا 5 دقايق بس، انا هخطف رجلي وارجع حالا. هتروح فين؟ فهمني. هجيب مسدس. استحمته ايه يا سلام؟ انت معاك مسدس؟ تعمل بيه ايه؟ اصل احنا معانا 2 انجليز وعايزين نرفعهم. ترفعهم؟ طب وانت هتعرف ترفعهم لوحدك؟ اجري هاتهم لي هنا، انا هوضبهم لك على الاخر. طب تعالى معايا انت. اروح فين انا؟ اجري هاتهم هنا في الديره وكون مطمن، جميع المعدات عندي هنا، المسدس والقفاز كل شيء جاهز والحمد لله. طب هو انت هتقتلهم هنا في الدكان؟ ده معقول؟ احنا هناخدهم في المخبأ. طب والواد شلبي؟ ولا يهمك، انا اتفقت معاه واجرت منه المخبأ. والله فكره. طب استنى بقى لما اروح اجيبهم لك واجي. انا حاجه عم. ولا سعيد انت هلا، انت نيله. ايه عايز ايه يا استاذ عبده؟ انت ما بتشبعش نوم ابدا. وانا لحقت انام يا يا اخي؟ خبر اسود، ده انت نايم من امبارح. ايه عايز ايه؟ قوم اغسل وشك كده وفرفش، خلينا نشتغل. هو فين الشغل ده؟ الواد سعداوي راح يجيبه 2 عساكر انجليز زي اللوز. وريني شطارتك بقى. انت بتصدق سعداوي يا اخي؟ واحنا هنخسر ايه؟ قوم اغسل وشك، واول ما يجوا ترجم لهم على طول وتسحبهم وراك لحد المخبأ وتسيبهم لنا، وتتوكل انت. شوف يا محاسن، انا واثق ان انت ما تقليش عننا وطنيه، وعشان كده انا هقول لك سر خطير جدا ما قلتوش لحد ابدا. اتفضل يا سي توفيق. احنا عاملين جمعيه عشان نرد بيها على اعتداء الانجليز، وزي ما انت عارفه احنا كل يوم الصبح بنصحى نلاقي قتيل واتنين من العيال الغلابه مساحين الجزم وبياعين الفول السوداني على الطرماي. الانجليزي من دول يشتري، وان البياع طالبه بالثمن يقتله ويرميه في الشارع زي الكلب.
ده غير خطف الستات، ده غير اللي بيموتوا كل يوم في حوادث العربيات. العساكر الإنجليز بيسوقوا وهم سكرانين، العسكري منهم بيسوق قبل ما بيتعلم. ده طبعا غير خطف الطرابيش واللزق على القفا والضرب بالشلاليت. مظبوط، او النبي كل ده بيحصل يا توفيق افندي. عشان كده بقى احنا قررنا ننتقم. اه والإنجليز ما بيعترفوش بأي منطق غير منطق القوة، وكل مصري يموت هيموت قصاده عسكري إنجليزي. ربنا يوفقكم يا توفيق افندي. ما انت هتلعبي دور معانا، وعشان كده ها. انا بطلب منك انك ترجعي تشتغلي عند زوزو تاني. الله، طب والشغل عند زوزو ماله ومال الكلام اللي بتقوله ده؟ عشان انا ببص لقدام يا محاسن. احنا في الاول ممكن نصطاد انجليز ونموتهم، لكن بعد مرة واتنين وتلاتة هيراقبونا ويعرفوا طريقنا. وانا مش خايف لا سمح الله، بس انا مشفق على الحركة احسن تقف. لكن انت لو اشتغلتي عند زوزو وجرجرت لنا عسكري انجليزي كل يوم، تبقى دي احسن طريقة لتغطية العملية، وكمان هتضمن لنا الاستمرار. ايوه يا توفيق افندي، بس انا عايزه انتقم من زوزو مش من الانجليز. ايوه، ما هم الانجليز هم اللي عملوا زوزو يا محاسن، وزوزو من غير انجليز ما تسويش حاجة. ولو فرضنا ورحت انت وقتلت زوزو، هيطلع بدل منها 1000 زوزو. بس انا مش داخل مخ الكلام اللي انت بتقوله ده، انما انا مستعده اشتغل معاك. يعني هترجعي عند زوزو؟ عشان خاطرك انت هرجع. طب وانت يا سعدية؟ حد الله يا اخويا، الشر بره وبعيد. اقتل انجليز؟ لا يا اخويا لا. انت مش هتقتلي حد يا سعدية، انت بس هتجرجريهم هنا. لا يا اخويا، والنبي لما تدوني ايه كمان. الكتم انت يا بت وبطلي عبط. لا والنبي يا اختي ما الكتم. الله، انت اتجننت يا بت يا محاسن ولا ايه؟ نقتل انجليز يا اخواتي؟ ده بدل ما نسترزق منهم. وليه لا؟ ما انت ممكن برضه تسترزقي منهم. لا يا توفيق افندي، قول كلام تاني غير ده يا اخويا. الا اقتل انجليز قال، والنبي ومن نبى النبي ما احط ايدي على عسكري انجليزي ابدا. انا يظهر كنت غلطان اللي فتحتكم في الموضوع. ما تدقش على كلامها يا توفيق افندي، دي بنت عبيطه اصلها. قومي يا بت، قومي البسي خلينا نروح عند زوزو. لا والنبي يا اخت، انا مش رايحه عند زوزو، مانيش قاعده لكم هنا خالص. يا خبر اسود، اقتل انجليز؟ اقعدوا بالعافيه. تعالي يا بت هنا خدي بس. لا والنبي ما انا قاعده لكم. انا مالي يا اختي؟ يا لهوي، نقتل انجليز بايدينا؟ كلام ايه؟ انتوا عايزين تودونا في داهيه ولا ايه؟ سبتكم بعافيه. وبعدين يا محاسن، انا خايف للبت سعدية دي تفتي سرنا. لا ما تخافش يا توفيق افندي، سعدية دي بنت كويسة وقلبها طيب وبتحبني ومش ممكن هتفتح بقها أبدا. طب وانت هتعملي ايه؟ أنا من دلوقتي هروح عند زوزو. طب والاتصال بينا هيتم ازاي؟ طب أقدر أعرف مين بيشتغل معاك؟ مفيش حد غريب، كلهم ناس من الحتة هنا. مخلوف والواد سعداوي وأباني وأحمد ومغربي. خلاص، يبقى الواد سعداوي أي حاجة تعوزها ابعتهولي في الكباريه. طب يا محاسن، ربنا يوفقك، وأنا متشكر قوي. العفو. كل خفات السير. انت غبت ليه النهارده يا افريقي؟ مش عوايدك يعني. مستر كوت I go away. طب وماله، هنعمل لك شاي. I go away إيطالي. على طول الشاي هيجهز اهو. No I go away إيطالي. انا مش عارف ايه اللي جرالي النهارده يا جدعان، مش قادر افهم الواد الافريقي. انا وانت يا افريقي سوا. مستر كوت I go إيطالي. ده ماسك لي قتله. ايه الحكايه؟ مين هو اللي هيقتلك ده؟ مي جو إيطالي. ده نهار ازرق باين. خلاص يا افريقي استنى شويه، هناكل على طول اهو. مي جو إيطالي. ده باين نهاره مش فايق. انت هاد يا فندي. انا يا معلم قط. ايوه تعالى، خد. ايوه يا معلم قط. شوف الافريقي ده بيقول ايه. حاضر. What do you say? You speak English? Yes, I speak English good. I am going to Italy to fight against German. بيقول ايه من غير مؤاخذة؟ بيقول انه مسافر ايطاليا عشان يحارب الالمان. رايح فين؟ ايطاليا. ايطاليا؟ أيوة. وايطاليا دي فين من غير مؤاخذة؟ في اوروبا يا معلم قط. واوروبا دي فين روخ؟ ورا البحر الابيض. بحر الابيض بتاع اسكندرية؟ ايوه يا معلم قط. شوف قدرة ربنا، هو في بلاد يا فندي ورا البحر ده؟ في كتير يا معلم قط. وهيسافر يوم ايه؟ اسأله كده. When you go? Friday. يوم الجمعة يا معلم قط. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورايح يعمل إيه؟
بيقول لك هيحارب الالمان. اهو الواد الافريقي ده ما فيهش عيب غير حكايه الالمان دي. اسمع ده فندي. ايوه يا معلم قطب. قول له يديني التصويره بتاعته قبل ما يمشي. You want your photograph. yes with pleasure. هيديك يا معلم قطب. وانا كمان اتصور واديله واحده. يا ميت خساره افريقي، واللي خلق الخلق هتوحشنا. اسمع يا فندي. ايوه. قول له المعلم قطب هيعمل لك ليله كبيره قوي قبل ما تمشي. واللي خلق الخلق لاجيب الطبل البلدي هنا في الحته وارقص 10 بلدي واعمل ليله لاهل الله عشان ربنا يحفظ الواد الافريقي ده. يا سلام صحيح، يحيي العظام يا رميم. الانجليزي اهو مع عبده. ومين اللي واقف معاهم هناك ده؟ ده الواد اباني. اندهله. اباني يا ده اباني. يا سعداوي تعال اتكلم لوسط عبده. تعالى هنا. عايز ايه؟ العيال دي انجليز صحيح يا واد؟ يعني امال يا ندوه، ما انت شايف وشهم احمر اهو. طب ما في ناس كتير وشهم احمر مش انجليز. الله، في ناس وشهم احمر كده واسمهم ساوث افريكا. طب ما هم دول اوسخ من الانجليز، دول ناس بيض مستعمرين افريقيا. انا ما اعرفش في الحاجات دي، انا ما اقتلش غير انجليز. اطمن، هم دول انجليز. طب يلا طارق انت وهو، واوعوا تجيبوا سيره لحد. ولا سعيد. نعم. لاغي العيال دي شويه على ما انده الواد شلبي. حاضر. ولا شلبي. خدامك يا عم عبد. انت فين يا طول النهار ما حدش شافك؟ انا الحمد لله بصرف من خيرك يا عم عبده، وعايش عيشه نزيهه قوي. ايه عملت ايه؟ طول النهار اصرف من خيرك يا عم عبد. انا النهارده كلت واحد فول وسلطه الطحينه، وطول النهار قاعد على المخبأ كعب السيجاره ورا السيجاره ولا عمده بلدنا. مش محتاج حاجه تاني يا واد. انا يا عم عبده ده اللي طول النهار بصرف من خيرك يا عم عبده، ده بعد كده يبقى فطيره بقى. طب خد الجنيه ده ولا. ها؟ جنيه بحاله يا عم عبده؟ ده اللي طول النهار بصرف من خيرك يا عم عبده، ده اللي النهارده واكل واحد فول بسلطه الطحينه وحاجه مملكه خالص. المخبأ نضف يا واد. بيلمع. النهارده مسحه بجلابيتي، حتى اشوف جلابيتي وسخه ازاي. معلش بكره اجيب لك مقطع سكروته. ربنا يخليك ليا ويطول لي في عمرك يا عم عبده، طيب دايما وابن حلال طول عمرك. انا مش عارف جمالك دي ازاي اردها لك يا عم عبده. جمال يا واد انت وبتاع ايه؟ ده احنا اخوات عبيط. ربنا يديم المعروف يا عم عبده ويوسع في رزقك ويرزقك كمان وكمان. قول لي بقى، مخبأ جاهز؟ جاهز وعلى زنج عشا. وفاضي؟ لا مش فاضي. يخرب بيتك. في مين؟ البت سعديه. بتعمل ايه البنت سعديه عندك يا؟ ما هو عمك مخلوف مغضبها. مغضبها ازاي يا؟ مش هي كانت مراته يا عم عبده؟ مراته؟ مين قال لك الكلام الفارغ ده؟ لما هي مش مراته وما كانت قاعده عنده ليه؟ يا ابن الهرمه بوظت لي الشغل كله. حقك عليا يا عم عبده، اطردها لو عاوز، اني خدامه. وهي قاعده جوه المخبأ دلوقتي هلا؟ ايوه قاعده جوه خالص. هي كانت عاوزه تقعد بره وانا بزناقه عقلي قلت لها خشي جوه. اروح اطلعها بره يا عم عبده؟ لا مالكش دعوه انت، انا هروح اكلمها انا. سعديه عاوز ايه يا عبده؟ مالك يا حبيبتي؟ انت قاعده هنا ليه؟ اديني قاعده. انت زعلت من مخلوف قال؟ يا سيدي انا ما زعلتش ولا حاجه. امال سبت الدكان ليه؟ محاسن رجعت لزوزو، انا بقى هقعد مع مخلوف لوحدي اعمل ايه بس؟ تقومي تقعدي في مخبأ؟ الله، لا الحته ما فيهاش ناس ولا ايه؟ احنا مش رجاله؟ اهو كله زي بعضه يا عبده. ودي تيجي برضه يا سعديه؟ ما انت بنت الحته برضه وبنتنا كمان. كتر خيرك يا عبده. معاكي فلوس؟ معايا والحمد لله. لا ما معاكيش. معايا والله، خير ربنا كتير يا عبده. طب وريني اللي معاكي كده. معايا وحياتك. الله، هو انت غريب يا عبده. طب بقول لك ايه؟ نعم. عندك مانع نجيب جماعه اصحابنا ونقعد معاهم هنا في المخبأ شويه؟ ايه المانع؟ بقول يعني تتضايقي ولا حاجه؟ هو هتضايق من ايه يا عبده؟ انما بقى اذا كنتوا انتوا هتتضايقوا مني اسيب لكم المخبأ واخرج اروح مشوار وارجع. لا ابدا. الله، ده احنا عايزينك معانا. الله، حاكم دول 2 من عيال انجليز كده اصحاب الروح بالروح ويموتوا في الهزار. هنقعد معاهم شويه كده نهف منهم 10 جنيه ولا حاجه. حاكم عبت قوي. اللي انت عاوزه يا عبده، هات اللي انت عايزه. طب يا سعديه دقيقه واحده اروح اجيبهم واجه هوا. ولا سعيد ايه يا عبده؟ اسحبهم ورايا وتعالى على المخبأ. بليز فولو مي. alright. سعيد ايه يا عبده؟ اسحبهم ورايا وتعالى على المخبأ. بليز فولو مي. alright.
والنبي والله تساعدني زماني لاسكنك يا مصر، وابني جنينه ومن جوه الجنينه قصر، واكل حمام مفتخر وارقد لحد العصر. انت يا واد انت اللي قاعد تنهق هناك انت. عاوز ايه يا عم مخلوق؟ ما تقوم تفزك خبط في دماغك. مش كفايه الخوته اللي احنا فيها طول النهار، ناقصين نهيئك ده. وانا بس اروح فين يا عم مخلوق؟ قوم روح عند المخبأ بتاعك. ما هو المخبأ مشغول يا عم مخلوق. يعني السيما يا خي مشغول؟ والله مشغول يا عم مخلوق. يعني البرجاز شغال فيه يا خي؟ الواد عبده قاعد فيه. قاعد بيعمل ايه فيه يا عبده في المخبأ؟ جماعه انجليزي اصحاب. بيعملوا ايه يا اخوان انجليزي هنا؟ ايه؟ لو انت مش عارف. عارف ايه؟ مش في غارات؟ هي فين الغارات دي؟ اي طول النهار والليل غارات، هي بتبطل. والانجليزي اللي في المخبأ دول مالهم ومال الغارات؟ ما هم بيستخبوا من الغارات. ومين معاهم كمان يا البت سعديه. يخرب بيت ابوك. البت سعديه معاهم يا ولا؟ هي معاهم، يعني هيجرى لها ايه؟ وازاي تخلوهم يخشوا المخبأ؟ ما هيحصل ايه للمخبأ؟ ان شاء الله يتهد بحق جهنم. مش عيب يا تسيبهم يخشوا المخبأ؟ عيب؟ عيب ليه يا عم مخلوف؟ هم لا سمح الله هيعملوا حاجه بطاله؟ ده حتى الواد عبده مأجر مني المخبأ. مأجره منك؟ بكام يا واد؟ ب50 قرش في الشهر، والنهارده كان اداني جنيه يبقوا 150 قرش، وانا طول النهار قاعد اصرف في الخير. النهارده الصبح فاطر واحد فول بسلطه الطحين. يا نيتل. انت يا واد انت مش قاتل اختك يا واد في بني سويف يا ولا؟ ايوه انا قاتلها يا عم مخلوف، لكن مظلوم والله، والله مظلوم. طب مش عيب يا تيجي مصر وتعمل كده؟ اعمل ايه يا عم مخلوف؟ قصدك ايه؟ انا مش فاهم. بقى ما انتش فاهم عبده بيعمل ايه في المخبأ يا ولا؟ هو بيستخبى من الغارات يا عم مخلوف. عبده يا واد راجل بطال وكل عيشته حرام يا ولا. مش عيب يضحك عليك ويجرجرك في الشغل البطال؟ يا خبر اسود يا عم مخلوف، صحيح عبده بالشكل ده؟ امال انت فاهم ايه يا واد؟ امال الجلاليب السكروطه والسنان الدهب والجزم الكاوتش دي كلها منين يا واد؟ يا خبر اسود، اتابيه قال لي انه هيجيب لي جلابيه سكروطه يا عم مخلوف. امال عشان تبقى الهيئه مظبوطه يا خبر اسود، ده انا عقلي هيوج. اني شلبي تيجي رجليا مع رجلين عبده، عبده يجيب رجلي. طب وحياة سيدي سالم لاكون قتله راقب، وزي ما تيجي بقى. اخص عليك يا واد يا شلبي، بقى كده الواد عبده يضحك عليك جاتك الغم. مع ألف سلامة يا فندق أخويا. ثانك يو جاد. واللي خلق الخلق هتوحشني. ثانك يو ثانك يو. الود ود أروح معاك، لكن ما يهونش عليا أروح أحارب الألمان. لكن أنت بقى مسكين أوامر وبتنفذها، ومسير ليام تجمعنا برضه أفريقي والوجوه تتقابل. ثانك يو جاد. خد تسويرت أهي، شوف كاتب لك إيه وراها. هذا رسمي بعد اسمي للذكرى يا أفريقي. قول لي فين صورتك؟ تشكر. أنا هحطها هنا في المحفظة، وكل يوم بالليل يا أفريقي هقعد آكل البرام هنا على الرصيف لوحدي، وافتكرك وادعي لك إن ربنا يرجعك سالم غانم، وبص صورتك كمان. جود باي مستر جود. بالحضن يا أفريقي بالحضن. تيك ذيس. إيه ده؟ يا سلام، علبة سجاير فضة. انت اجدع راجل واللي خلق الخلق. خد انت كمان، خد ده الخاتم بتاعي اهو، ده بعيار 24، كان بتاع الله يرحمها. الفص ده حجر كريم ما عنديش اعز منه، لكن ما يغلاش عليك يا افريقي. نو واللي خلق الخلق ما يرجع عشان تفتكرني وانت بتحارب في ايطاليا. تقعد تبص كده للخاتم وتقول مستر كود بتاع الجيزة. جود باي مستر كود. جود باي. ما تنساش تبعت جوابات من ايطاليا، انا هسأل بوسطجي كل يوم. العنوان بتاعي معاك، الواد سعداوي كاتبهولك في المفكرة. على السلامة يا افريقي. بالحضن يا افريقي، نشوف وشك بخير. الف سلامة يا افريقي. الحمد لله على السلامة يا ست سوسو، خطوة عزيزة. ميرسي يا مدام. الله،
ايه الادب اللي حط عليكي ده كله؟ انا تحت امرك يا مدام. صحيح اللي ما ربيتوش امه وابوه تربيه الايام والليالي. وانا اتربيت خلاص يا مدام. عرفتي ان الله حق؟ عرفت يا مدام. عرفتي انه زوزو ما تتاكلش اوانطه؟ عرفت يا مدام. عايزه تشتغلي طبعا مش كده؟ لو سمحت يا مدام. جوع كافر على رأي المثل. معلش المسامح كريم. هديكي فرصة على كل حال، بس على الله تكون أحلامك القديمة اتبخرت. اطمني يا مدام، أنا خلاص حرمت وعايزة آكل عيش. وتاكلي عيش ليه؟ انت اللي زيك ياكل بغاشة ياكل بقلاوة. انت بنت كويسة ولطيفة وذكية، بس يا خسارة طموحة قوي. طموحك ده هيدمرك. لكن على الله بقى تكوني عقلتي بصحيح. عقلت والنبي يا مدام. والله ان كان الكلام ده من قلبك تبقي هتاكلي تفاح وتشربي ويسكي وتلبسي حرير، ومش بس كده، وهيبقى معاكي فلوس وتعيشي طول عمرك ملكة غير متوجة. لكن اذا كنت اللي بتقوليه ده من طراطيف لسانك يبقى ذنبك على جنبك. فاهمه يا استسوسو؟ انا خدمتك يا مدام. لا 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 لا، انت خدمتي ولا حاجه. انت بنتي وزميلتي، ومن النهارده بقى انت المسؤوله عن البنات اللي هنا، ولما اغيب انا تبقى انت المسؤوله عن الكباريه. متشكره قوي يا مدام. يلا يا سوسو اتفضلي على اوضتك. عم عبد عايز ايه يا ست؟ مش عيب برضه يا عم عبده؟ ده شلبي. طز يا سيدي، انا شلبي. ايه يعني؟ عايز ايه يا سيدي شلبي؟ مش عيب يا عم عبده تضحك عليا وتمشيني في الطريق البطال؟ ايه هو هذا اللي بطال ده يا ابن العبيط انت؟ انا يا عم عبده مش وش الحاجات دي يا عم عبده. الله الغني عن اكل الحرام يا عم عبده. لا لا لا. تأجر مني المخبأ عشان شغل اللبط وتضحك عليا وتسكتني بالفلوس، وانا عقلي زي الجزمه استاهل ضرب البلغ كده اهو. كده اهو يا عم عبده تغرقني في الوساخه يا عم عبده، مش حرام عليك؟ اصل الكلام انت عايز ايه؟ انا مش مأجر لك المخبأ. عنك مأجر، هات الفلوس اللي عليك. عليا ايه يا عم عبده؟ عليك 150 قرش. انا مستعد اديك 1000 جنيه بس تبعدني عن الطريق ده يا عم عبده. لا يا اخويا مش عايز 1000 جنيه، انا عايز 150 قرش وتغور في 60 دقايق. خلاص انا هجيب لك الجنيه يا عبده وكل منا يروح في حال سبيل. طب بس يجيني النهارده، وان ما جاش هوديك في 60 دقايق. وحدوه لا اله الا هو لا اله الا هو لا اله الا هو. تنفيه ودقيق تنفيه والشاي شاي 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 شاي. بقى كده يا عبده اني شلبي تعمل فيا كده؟ لكن اني زي رضيه ازاي رضيه امشي في السكه البطاله؟ يا خبر اسود يا عالم، بقى عبده يضحك علياني طول عمري عايش شريف وعفيف، وفي الاخر عبده يجرجرني معاه للسكه البطاله. وكل ده عشان ايه؟ جنيه اعمى عشان افطر فول وزيت حار، عشان اكل طعميه سخنه وعيش قمح، عشان اكل عسل وطحينه. يا اخي محروق العسل على الطحينه، يعني لازم ابقى زواج؟ ده انا اكلها بملح احسن والله. الله يخرب بيتك يا عبده، لبيت المخبأ، لبيت البلدي، لبيت اللي عرفنا طريقه. ما كنا قاعدين ملقحين في بلدي وكفيل خيرنا شرنا وحمدين شاكرين ربنا. ايه اللي رماك على البلد دي يا شلبي؟ لكن هو مين؟ داني شلبي وعبده دي جزمه ولا يسوى؟ العالم مالها يا اخويا؟ انت اتجننت يا شلبي؟ انت بتكلم نفسك يا واد. عم مخلوف عم مخلوف ما تنطق، ما انا سامعك اهو. يا شيخ ربنا يخليك ويطول في عمرك اللي فتحت عيني. وانت فتحت صحيح يا واد. الواد عبده كل ماشي بطال يا عم مخلوف. ودي عاوزه ذكاوه قوي يا سي شلبي. مطلوب الارض عارف الحكايه دي. ليك الشكر برضه يا عم مخلوف، انت اللي فتحت عينيه وليك الشكر برضه. ونويت تبطل يا واد؟ يا سلام يا عم مخلوف، وهي دي تيجي برضه؟ ده انا مش نويت ابطل بس، انا نويت اسيب البلد دي واسافر على بلدي. تعمل خير يا واد، بلدك اولادك. توبه ان سبت بلدنا تاني يا عم مخلوف. خيوما عليا ان طلعت بره يا خبري. ونويت تسافر صحيح يا واد يا شلبي؟ بكره الصبح يا عم مخلوف.